السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كده نتفرج مع بعضينا مين هي انتر ميامي اللي هتلعب الاهلي في كأس العالم للأندية ان شاء الله بإذن الله تعالى يوم الحد بالليل او يوم السبت بالليل، اللي هو يعني بصوا، يوم السبت هتفضل سهران لحد الساعة 3 الفجر، هتسمع الماتش وهتصلي الفجر، والصبح هيبقى يوم الحد. شوفوا انتوا عندكم يبقى توقيت ايه. تعالوا نتفرج معانا على انتر ميامي ونقطة قوها فين أصلا، ومين هي انتر ميامي دي. الفرقة طبعا لسه جديدة، عاملة زي بيراميدز عندنا في الدوري المصري. اتفرج، نقطة قوة انتر ميامي في ميسي. طبعا ميسي لا غنى، يعني ميسي يا جماعة، ميسي طبعا كلنا عارفين ميسي يعني. فكل اللعيبة بتخدم على ميسي، وميسي بيخدم على كل اللعيبة. يعني شوف مثلا ميسي يستلم الكورة يلف نص الملعب يباصي تتقطع منه، لا ميسي يا جماعة. فده ماتش، كان ماتش ودي ما بين انتر ميامي وما بين النصر السعودي. طبعا ماتش كان عظيم. الماتش خلص 4-3 للنصر السعودي بضربات الجزاء. الماتش خلص 1-1 يعني، بس هما لعبوا ضربات جزاء وكده. فانتر ميامي فرقة قوية، فرقة كبيرة. هم معتمدين كلهم على جوردي ألبا وعلى ميسي، لكن معظم اللعب من نص الملعب من ناحية ميسي. عندهم ميزة كبيرة جدا ان هم شويطة بيشوطوا. ميسي طبعا هو اللي بيشوط كل الفاولات، كل الفاولات ميسي هو اللي بيشوطها. بص ميسي من نص الملعب بيستلم الكورة بوسط ضغط ويسلمها. عندهم سلبيات وعندهم مشاكل هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو تاني. فاحنا بس بفرجكم على مدى قوة التسديدات بتاعتهم والعرضيات وقوة الضغط على المنافس، وان هم ازاي بيضغطوا من قدام وبيلعبوا دفاع متقدم. هم لعيبه قويه بدنيا طبعا، في لعيبه كتير منهم سنهم كبر زي مثلا ميسي، جوردي ألبا، بوسكيتس. لا عندهم حوالي 6 7 لعيبه معديين ال 30 سنه. طبعا هم كلهم لعيبه مميزه جدا ولاعيبوا الكوره بعيد عن سنهم. طبعا ميسي يعني بيخرجوا بالكرة كويس جدا، بيلعبوا كرة أرض حلوة جدا، عرضيات مميزة، تسديدات قوية. بص مثلا هنا، وده الهدف اللي ميسي جابه، حطها بيمينه، هدف عالمي. ففرقة جامدة، بس يعني مش اللي هي يعني الأهلي جريها عادي يعني، بس هي فرقة كويسة جدا يعني. بس هنا أرضية في قلب الدفاع اتشاطت. طبعا المدافع طلعها، بس هنا ميسي استلم سلم، ده المهاجم بتاعهم. هنا هوب على طول عرضية في الجون، الحارس طلعها. تسديدة تانية من ميسي. فلا هم في التسديد ما شاء الله. تسديدة مثلا زي دي من ميسي في العارضة، فانت لو وقفت ميسي انت خلاص. السلام عليكم.